السلام عليكم أخواني وأخواتي الكرام في حلقة جديدة على قناة مدونة عرب برو. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سوف أشرح لكم طريقة إصلاح بطاقة التموين التالفة دون الحاجة إلى تجديدها بخطوات بسيطة وبدون تكلفة. كل اللي هنحتاجه بكرة لزق، البطاقة المكسورة زي ما انتوا شايفين، وهنحتاج فرغة بتاعة الخط فودافون، أي فرغة، المهم تبقى ايه نفس الحجم بتاع البطاقة زي ما انتوا شايفين كده، وقطر. اول حاجة هنعملها هنجيب بكرة اللزق وهنثبت بيها البطاقة بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. وهنقطع هنا وهنقطع كده. بعد كده هنجيب الفرغة بتاعة الخط وهنثبتها في المكان ده. وهنقطع ده كده. هنعمل بعد كده بقى، هنشيل الشريحة دي ونحاول نفرغها كده بالقطر. هنحاول بقى نظبطها الزيادات. هنشوف
زي ما انتوا شايفين كده خلاص عملناها، وان شاء الله تشتغل. مش هنحتاج اللي احنا نجدد البطاقة. طبعا انتوا عارفين عشان تعمل بطاقة تانية لازم تدخل في الشهر او الشهرين، وطبعا مش هتعرف تجيب لا عيش ولا تموين. فبالطريقة ديت اسهل واضمن زي ما انتوا شايفين كده. وان شاء الله تشتغل. اتمنى يكون الشرح عجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك ومشاركة للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.